سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وبألف خير. مرحبا بالبنات الجداد اللي انضموا للقناه ديالي، ومرحبا بالبنات القدام. اليوم جيت ندير معكم دجاج مقلي على طريقه الكابسي. هنا عندنا كيلو تاع الدجاج اللي مغسول ومرقد ساعه في الخل والملح والحامض باش يتحيد هذاك الدم ديالو. وعندنا هنا العطريه، عندنا سكنجبير، السودانيه، الثومه محكوكه، الملح، البصله محكوكه، البزار، عندنا قزبر كارم. واللي عنده البصله بودره والثوم بودره يديرهم. انا درتهم طازجين. ودابا نخويو هذا الشيء كله على الدجاج ديالنا. ونرقدوا داك الدجاج ديالنا. تقدري تديري بيدك، تدخلي هذيك العطريه في الدجاج. البنات، وهذا الدجاج ديالنا بعد ما درنا ليه العطريه ديالو ها هو غنخليوه ساعتين، نديروا ليه السلوفان ونخليوه ساعتين. من بعد ساعتين نرجع معاكم البنات. وهذا الدجاج ديالنا بعد ما دازت ساعتين وهو مرقد. المهم اللي بغى ديروا ساعتين ثلاثه، اللي بغى دير 4 سوايع قد ما بقى في العطريه قد ما مزيان. ودابا ندوزو المرحله ديال القلي. كناخذوا واحد البول فيه الطحين يعني الفورص، وكنديروا فيه واحد الخنيشه ديال البيكنج باودر، كنديروا فيه 10 ديال الملح باش هذاك الطحين يبقى مالح. وكنخلطوا الطحين ديالنا وكنبداو نمرمدوا الدجاج ديالنا. وكنحطوا كنمرمدوا داك الدجاج كامل. البنات، هذا هو الدجاج ديالنا. دابا ندوزو لمرحله القلي. نسخنوا الزيت ديالنا ونقليوه، من بعد نرجع معاكم البنات. دابا بعد ما سخن الزيت ديالنا كنبداو نحطوا الدجاج ديالنا. ها هو الدجاج ديالنا كيتقلى. من بعد نوريكم النتيجه النهائيه. البنات، وهذا الدجاج ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تجربوه وحطيته مع بطاطا مقليه، ونتمنى تجربوه وبالصحه والراحه. نتمنى نشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. دعموني وديروا لي الاشتراك، ديروا لي متابعه وضغطوا الجرس.